مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. ما زالت الحملات العالميه متواليه للتوعيه بمختلف انواع الامراض وتحديدا السرطانات، لانه للاسف نسبها زادت شويه. الحقيقه ان شهر اكتوبر شهر مخصص للتوعيه حول مرض سرطان الثدي، مسألة شديدة الأهمية، وعندنا في مصر احنا مهتمين جدا بهذا الموضوع اللي خلى حملة زي حملة انت الأهم تشارك في جهات أخرى لتغطية هذا الموضوع وتوصيله للناس بشكل أكبر. في حملة انت الأهم، في أيضا المشروع القومي لصحة المرأة والاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب الطب، وغير كده سفراء الشباب العالميين كمان دخلوا في هذا الموضوع. واضح انه ده تنسيق دولي لحل مشكلة قوية جدا وبتهدد عماد البيت، لانه السيدة بتفرق كتير جدا وصحتها وجمالها بيفرقوا كتير. اسمحوا لي بقى ان انا ارحب بضيوفي دكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري النساء والولادة، مؤسس حملة انت الاهم. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك. وايضا دكتورة نجلاء فتحي، سفيرة الشباب العالمي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. في البداية يا دكتور عايزين نعرف فكرة تنظيم اليوم العالمي للوقاية من سرطان الثدي. ده تنظيم عالمي وانتوا بتنسقوا معاهم هنا، ولا ده على هامش هذا كل بلد بتقوم بتنسيق حملة مختلفة اضافة من عندها؟ بتعمل ايه؟ هو شهر اكتوبر اسمه شهر اكتوبر دلوقتي ان هو مخصص كله للتوعيه ضد سرطان الثدي. يعني منظمه الصحه العالميه بتختار يا اما ايام عالميه او بعض الشهور ان هي تركز على مرض معين او بعض انواع السرطان. يعني في ايام او شهور مثلا لسرطان عنق الرحم، سرطان الرحم، سرطان المبيض. شهر اكتوبر هو الشهر المخصص للتوعيه ضد سرطان الثدي. سرطان الثدي مرض منتشر لهذه الدرجه؟ سرطان رقم 1 عند السيدات. ده تاني سبب للوفاة عند السيدات بعد مرض القلب. يبقى ده السرطان رقم 1 للسيدات، ده تاني سبب للوفاة للسيدات بعد مرض القلب. واحدة من كل 8 سيدات هيجي لها سرطان الثدي. كل ما يزيد العمر كل ما تزيد احتمالية سرطان الثدي. اول عامل خطر عارفه هو ايه؟ كون ان الواحده ست. يعني كون ان الواحده ست ده في حد ذاته يعرضها ان يجي لها سرطان الثدي. يعني من وسط 100 حاله هيجي ل 99 ست وراجل واحد. يعني الراجل ربنا بيجيب له حاجه تانية، بس هو كون ان هي ست ده في حد ذاته عامل خطر. في عوامل خطر تانية ممكن نتكلم عليها، بس يمكن شهر 10 احنا ابتدينا نعمل فعاليات للتوعيه ضد سرطان الثدي. كان يوم 11 اكتوبر خلينا كوبري عباس كله لونه وردي، حطينا عليه بلالين بينك، وابتدينا ان احنا نوزع على الناس اللي ماشيه على كوبري عباس، الناس اللي ماشيه بتتمشى، اللي راكبه تاكسي، اللي راكبه ميكروباص، ابتدينا نوزع عليهم نشرات توعيه. يعني ايه سرطان ثدي، يعني ايه كشف ذاتي، ازاي نعمل الكشف المبكر. يوم الجمعه اللي فاتت كنا عاملين اكبر ماراثون جري ودراجات في الزمالك للتوعيه ضد سرطان الثدي. هنكمل الجزئيه دي ولكن مع دكتوره نجلاء. دكتوره نجلاء، يعني انت شابه صغنطوطه وسفيره ايضا للشباب العالمي، اقص الشباب العالمي، وهل هو مختص او مركز اكتر في الموضوعات الطبيه ولا لا؟ هو سفراء الشباب العالمي دي حاجه جديده اطلقها بان كيمون. بان كيمون ده السكرتير العام للامم المتحده. تمام. كان سنه 2014. كانت انطلاقه جديده ان احنا نختار من الشباب اللي متطوع او الشباب المهتمين بان هم يعملوا تطوير في المجتمع سفراء. فالحمد لله في 4 سفراء في مصر. احنا كوننا الفريق بتاعنا وبدانا نشتغل على المجتمع. طب بنشتغل في ايه بالظبط؟ بنشتغل في الشباب، بنشتغل في المراه وفي الاطفال. من ضمن الحاجات اللي بنشتغل فيها في المراه الصحه. فكان طبعا كانت انطلاقه مننا ان احنا نعمل حمله لسه جميله مع حمله انت اهم، ان احنا نهتم بان احنا نوعي الناس بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. انت جميله او لسه جميله معناها ايه؟ احنا كنا يعني بنوجه رساله للست اللي هي عندها سرطان الثدي او اللي خايفه ان يجيلها سرطان الثدي، ان انت ما تخافيش ان انت هيبقى شكلك وحش او ان شعرك هيقع او ان في مشكله صدرك مثلا هيتشال او حاجه. لا، الكشف المبكر بيقيكي من حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت انت برضو في عيوننا جميله. وندعو الاهل الست دي ان هم يدعموها نفسيا، ان هي ما يقولهاش ان هي وحشه او ان شعرها بيقع دي حاجه وحشه. لا، دي حاجه انت برضو لسه جميله. يدعموها يعني نفسيا عشان تتخطى هذه المرحله. عشان الدعم العائلي والدعم النفسي ده مهم جدا طبعا. تمام. فكره انت طبيبه مش كده؟ هتخصصي ان شاء الله؟ لسه ان شاء الله. ان شاء الله. جميل. واحنا بنتكلم على فكره انت جميله، عدد كبير من السيدات فعلا لمسوا ان هم ما بيروحوش يتعالجوا علشان خايفين من الاثار الجانبيه لاستئصال الثدي مثلا، او الاثار الجانبيه لاستخدام الكيمو والاشعه وما الى ذلك. انا عايزه اقول لك ان هم مش بيخافوا يروحوا يكشفوا، هم بيخافوا اصلا يسمعوا الرساله، لان سرطان الثدي لا قدر الله لا ابعدي عني ما تتكلميش معايا. احنا بنفهمهم ان الكشف المبكر ده انت
انت اصلا مش هتبقي محتاجه انك انت تعملي الخطوات دي، وحتى لو عملتيها انت زي ما قلنا انت لسه تبقى حاجه جميلة. صغيره تبقى حاجه صغيره. ونبقى خلصنا على الاهتمام طول. والكشف الدوري والفحص الذاتي كل شهر بيخليكي المشاكل دي ما تحصلش، واللي ما تحتاجيش اصلا للعلاج دوت. عشان كده بننصحهم ان بعد سن ال20 لو هي عندها يعني تاريخ 20. مرضي، بعد سن ال20 تاريخ مرضي، يبقى تعملي اللي هو الفحص الماموجرام. لو ما عندكيش انت زي ما دكتور عمرو حسن قال، انت كونك انثى ده عامل خطر، فبالتالي تعملي الفحص الذاتي كل شهر. لو انت بعد كده بعد سن ال40 بتعملي فحص باشعه الماموجرام، عشان ده حاجه بقت روتينيه لازم كل سنه تعملها. تمام. المفروض كسيده مثلا 30 35 40 دي اعتقد يعني زمان كنا بيقولوا ان دي اكثر وقت بيظهر فيه المرض. 20 دي كانت صدمه بالنسبه لي، انت لسه صدمه لي دلوقتي. فالمفروض السيده تعمل ماموجرام كل قد ايه لو هي من اسره ما فيهاش اي نوع من انواع السرطانات؟ بعد سن ال40 كل 6 شهور. بعد سن 40 كل 6 شهور. طيب دكتور عمرو، عايزين نعرف بقى عن انت الاهم الحمله اللي حضرتك بداتها. فكره انت الاهم هي قايمه على التوعيه للسيدات، ان احنا باين من الاسم ان هي مهتميه بشان الستات. يمكن ان الست تكون صحتها احسن، بس الصحه هنا بمفهومها الشامل، البدنيه يعني والنفسيه مش بس امراض السرطان. طبعا، يعني المفهوم الصحه. يمكن لو انا سالت اي حد يعني ايه صحه يقول لك ما عنديش لا ضغط ولا سكر، بس انا اقول الصحه بمفهوم الشامل اللي هو اكتمال السلامه العقليه والبدنيه والنفسيه والاجتماعيه. فنحاول ان احنا جزء منه مركزين عليه الجزء الصحي، ان احنا يعني نحاول الصحه الانجابيه بالنسبه للسيده، كل انواع الانيميا كله ابتداء من اول ما هي اتولدت وان هي بنوته تاكل ايه تشرب ايه عشان نحافظ على الوزن المثالي. يعني نقول لهم مثلا معلومات بسيطه ان الخلايا الدهنيه بتتكون في جسم بنتك من وهي صغيره. لو انت بنتك فرحانه بيها وقاعده بتاكليها حاجات اكل غني بالدهون واكل مليان بالحلويات، انت ظلمتيها، حطيتي في جسمها خلايا دهنيه هتفضل دي طول عمرها اللي بتعاني من البدانه ونفسها تخس ومش عارفه. نقول لهم مثلا معلومه بسيطه ان بنى العظم في اول 20 سنه، فلو انت بنتك ما ركزتيش معاها وسبتيها مدلعه وما شربتهاش لبن وزبادي في اول 20 سنه، يبقى انت ما حطيتلهاش رصيد عظم في اول 20 سنه. الحمل الثاني الثالث الرابع هيبتدي جسمها يظهر يتداعى. هشاشه العظام ويظهر بدري عند سن ال40 او ممكن في اواخر الثلاثينات. ولو ركزت كده تلاقي الستات عند الاربعينات تبدا تقول لك ظهري بيوجعني وركبي، وتبدا شكاوي كتير. مشكلتنا دايما في مصر ضعف الثقافه الطبيه، ما عندناش التوعيه الصحيه. لو ركزتي هتلاقي وانت في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي وفي الكليه وفي شغلك عمر ما حد كلمك عن اهم حاجه وهي صحتك. ولو اتفرجتي على التلفزيون هتفهمي قوي في السياسه وفي الدين وفي الكوره. انا عارف ان احنا بنقدم في المعالي الفاميلي برنامج حلو جدا، لا حضرتك ضيفي فيه على طبعا طول. بس محتاجين نزود اكتر جرعه التوعيه الصحيه. تمام. يعني دايما نزود اكتر عشان نغير حتى الفكره. يعني انت طيب. لو ستات قلنا لهم سرطان تقول لك يا ساتر رب انت هتفول في وشي. انت الاهم بتشتغل عبر برامج تلفزيونيه، بتشتغل عبر ملصقات في الشوارع، بتعمل ندوات، يعني بتتواصل مع الناس ازاي؟ ابتدينا كل شويه الفكره بتوسع. يعني كنا بادئين من الاول انا لوحدي في ساقية الصاوي، بعد كده بقى معايا دكاتره في كل التخصصات في الساقيه. بعد كده قلنا لا احنا لازم نبدا نخرج ونتحرك نروح اماكن تانية. يعني مره رحنا كذا نادي قبل كده، ابتدينا ننزل نروح الشارع زي ما قلت لك كوبري عباس. في اليوم ده كان موجود معانا سفراء الشباب العالمي. ابتدينا من عند اشاره المرور، بقى كل الناس اللي في اشاره المرور اللي يبداوا يوزعوا عليهم الكتيبات ويبداوا يكلموا الستات يعني ايه سرطان الثدي. لا حتى لو راجل اقول له الكتيب ده ما ترموش، اديه لمراتك، اديه لبنتك، اديه لاختك، اديه لمامتك. ابدا ان هم حتى لازم حد يستفيد من معلومه حرام ان الكتيب ده يترمي. في حمله مؤخرا في الشرقيه للكشف المبكر على سرطان الثدي، والحقيقه الحمله اسفرت عن عدد كبير من السيدات على ما يبدو عندهم هذه المشكله في بوادئها. ايه هي دي مشكله ان احنا ما عندناش التوعيه الصحيه. فدايما يعني هم بره يحسبوا ان الدولار اللي هتصرفيه في الوقايه يساوي 8 دولار كنا هنصرفه في العلاج. يعني فلو انت حسبتيها في مصر برضو الجنيه اللي هنصرفه في الوقايه يساوي 8 جنيه في العلاج، بل بالعكس يمكن في مصر هتبقى النسبه اعلى، الجنيه هيساوي اكتر من كده لان احنا بنكتشف الناس في مرحله متاخره. علشان السيدات كمان عندنا بيقوموا باكتر من دور، بيشتغلوا وما الى ذلك، فدخلها مش هيبقى موجود كمان جزء منه كده، وجزء يعني غير دخل العلاج هي دخلها كمان مش هيبقى موجود. وهي كمان بتيجي على نفسها. يعني هي مثلا لو حد تعبان في البيت هتشوفه الاول، لو ولادها تعبانين الاول هتشوف الاول. يعني هي ممكن تبقى دايما تتحول ان هي اخر حد يدور على الرعايه الصحيه، اخر حد مسموح له ان هو يتعب او يعيا، لان هي عارفه ان البيت كله قايم عليها. يمكن القصه اللي انت قلتيها عن السرطان هي بس مش في السرطان في مصر، هي في كل انواع الامراض. لو انت جبتي كنا عملنا قبل كده ايفنت، نزلنا احد المولات وعملنا كشوفات للناس.
نسبه عاليه من الناس ما يعرفوش ان هم مرضى ضغط، واكتشفنا ان هم مرضى ضغط بالصدفه. نسبه عاليه اكتشفنا ان هم مرضى سكر. حاجه تانية، مريضه الضغط اللي بتاخد العلاج للضغط وفاكره ان هي متظبطه، نكتشف ان ضغطها مش متظبط. ومريضه السكر اللي تقول لك لا يا دكتور انا ماشي على علاج لمرض السكر، نكتشف ان السكر مش متظبط. يبقى عندك نسبه عاليه ما يعرفوش ان هم مرضى، فعشان كده ونسبة بيعمل عالية كشف فاكرين ان هم مظبطين، هم مش لان هم هي خلاص اخذت الدواء من الدكتور، اخذت دواء الضغط او دواء السكر وفهمت ان هي كده خفت. لا، هي لازم هتروحي وتعرفي ان ده مرض مزمن وان هو مصاحبك، ولازم هتغير الدواء تحترمي. من وقت لاخر طبقا لحالتها خصوصا حتى في الامراض المزمنه اقول للست احترمي المرض عشان يحترمك. لو ما احترمتيش المرض هو هيوريكي المشاكل اللي تجبرك انك تحترميه. تمام. ترجع لك تاني يا دكتوره نجلاء. انت قلتي لي على قصه سفراء شباب العالم. هذه القصه انت قدمتي فيها ازاي؟ هو الحقيقه يعني ولو حد من الشباب عايز ينخرط اكتر ويساعد في هذا الموضوع. هو انا ما قدمتش فيها بنفسي، هو لازم حد يرشحك للمنصب ده، ان انت جدير ان انت تقدم في منظمه عالميه وتبع اليو ان او المنظمات الامم المتحده. بس عشان توصل للمرحله دي لازم انت تفكر الاول ازاي تدي قبل ما تاخد، تدي مجتمعك وتفكر في ازاي تطور من البلد وتطور من الناس اللي حواليك وازاي تحل المشاكل يعني انت دي. بتكون متطوع واسمك معروف مجتمعيا الاول، وبعد كده مش لازم يكون اسمك معروف، بس لازم تكون انت نزلت وساعدت وبدات تبني نفسك وبدات تشتغل على نفسك، ان انا يعني ازود السكيلز بتاعتي، اخد كورسات وابدا يعني اعمل مشاريع تساعد الناس الفقراء، واشتغل في المناطق العشوائيه، اشتغل مع الناس. لو احنا دكاتره نساعد الناس اللي نروح للمناطق مثلا نعمل توعيات صحيه او نعمل مشاريع صغيره. هو الفكره في كده. الاربعه اللي مع حضرتك دكاتره؟ لا. طيب تخصصاتهم كده ايه؟ في هو يعني في دكتوره، في لسه طالبه، وفي طالبه في جامعه خاصه، والثالثه صحفيه. تمام. سفيرات شباب العالم في مصر كلهم فتيات. الاولاد وقعوا من الحسبه ليه؟ يمكن عشان الاولاد يعني البنات تحسيها دايما بتفكر في حاجات اكتر مثلا، دايما مركزه شويه في اكتر اهتماما بالناس. زي ما بنقول البنت هي عماد المجتمع، هي اللي بتبني المستقبل وهي الحاضر وهي اللي الماضي كمان. ربنا معانا. ان شاء الله. خلينا نتكلم بقى على الفئات المستهدفه، ويعني من هذه الحمله بوجه عام وهذا التنسيق بين الثلاث اربع اماكن دول. الهدف في الاخر هو السيدات، بس زي ما قلت لك انا مش عاوز. هتقيس نجاح الحمله الشهر ده ازاي؟ صعب نقيسها، بس اقدر اقول ان انا مش هبقى عارف. انا قلت لك ان احنا كان معانا مثلا في الحمله كان في رجاله كتير اخدوا مننا فلايرات. هل يا ترى هو التزم وزي ما انا قلت له اديها لمامتك واختك وبنتك ولا لا؟ طب انتوا عاملين مثلا تليفونات خط ساخن للتواصل معاكم، وبعد كده تقدروا تعرفوا من كتر التواصل المساله وصلت لغايه فين؟ الشباب احنا رحنا محافظات كتير، احنا لينا فريق في كل محافظه. الشباب يعني بيروحوا الاماكن ان هم يعني مثلا احنا رحنا النوادي، رحنا الكورنيش، راحوا الاماكن دي اللي احنا وزعنا فيها على اللاكشاك والحاجات دي، الاماكن دي، وحطينا ارقام معينه. بدا الناس فعلا تيجي تسال على الموضوع دوت، وبدات تتابعنا كمان على التلفزيون. احنا قلنا لهم احنا هنطلع نتكلم عن الموضوع، ازاي تعملي فحص ذاتي، هعلمك ازاي تعمليه. بدات السيدات يعني الولد بقى يجيب مامته عشان تاخد الورقه دي وفي نفس الوقت يعني في الوحدات الصحيه، يعني كان طبيعي في وحده صحيه بدا يجي ناس تسال هو احنا نعمل ازاي الفحص الذاتي، طب احنا عايزين الورق ده نقراه، طب عايزين نتعلم. كان في نتيجه فعلا. الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مساعده معاكم في الموضوع جدا. هي دي يمكن اقوى حاجه. جدا جدا. يمكن في مصر بقت نسبه عاليه جدا من الناس بقى خلاص ايه قصه الفيسبوك والناس متابعه، فبيساعدنا حتى لما نيجي ننظم الايفنت مثلا، لما احنا نقول ان احنا توصلوا لعدد اكبر من الناس، نوصل لعدد اكبر من الناس والناس تبدا تهتم، واللي عاوز يجي وان هو يشارك. ناس كتير تبدا تكتب طيب. عاوزه اشارك. الاستخدام بتاع وسائل التواصل الاجتماعي في المدن الكبرى القاهره واسكندريه والجيزه ولا والمحافظات الكبرى يعني، ولا في بعض مناطق المحافظات الاخرى اللي انتوا رحتوها وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت معاكم؟ هو احنا كان في متطوعين معانا، احنا مش معانا في الفريق، وكانوا جايين عشان يساعدوا الناس. يعني هم كانوا جايين اصلا من شافوا الايفنت على الفيسبوك وجم وجم فعلا على قضاء العباس، وجم في المنصوره، وجم في اسكندريه، وحتى يعني احنا سوهاج كنا الفريق بيشتغل لوحده هناك، كان هم بيروحوا يتطوعوا معانا جايين من محافظات ثانيه كمان. احنا سافرنا. طيب والله انا سعيده انه الفكر العمل التطوعي في مصر وصل لهذه الدرجه انك انت تسافر بره مشروع علشان تعمل هذا الموضوع. يعني بحتاج بس حماس وان انت تعرف احتياجات الفريق بتاعك وتقدر توظفه صح وتقدر تفيده، ان هو نبدا نعده صح يعني. تمام. انا هستاذن حضرتك والساده المشاهدين، هنخرج في فاصل ونعود مره اخرى، انتظرونا.
مشاهدينا عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ما زال ضيوفي معي دكتور عمرو حسن مدرس النساء والولادة مؤسس حملة أنت الأهم، وأيضا دكتورة نجلاء فتحي سفيرة الشباب العالمي. كنا لسه بنتكلم معاها، قالت إنه الأربع سفيرات في مصر فتيات، وقالت إنه لما دعوا للحملة في عدد كبير من الشباب والشابات تقدموا، وحتى كانوا بيسافروا من محافظة لمحافظة علشان يحضروا ويشاركوا في تنظيم هذه الحاجات. هذا الشباب كان أطباء في مقبله ولا كان حاجات تانية؟ لا، هم تخصصات كلهم تانية. طلبه، وفي منهم طلبه في كليه الطب وفي حقوق وتجاره، كل تخصصات. مش وكل واحد طبقا اللي هو بيقدر يساعد فيه. يعني بتوع الطب بيحاولوا ان هم يعني يعلموا كمان اللي هم مش طب، لان التوعيه الصحيه مش لازم تكون دكتور. المهم تكون عندك معرفه وعندك درايه بعوامل الخطر، وعندك درايه ان انت ازاي توصل الرساله للي قدامك وتتكلم مع الافراد ان هم مستوى يعني تعليمي منخفض. بس فكانوا بيعملوا ورك شوبز او ورشات عمل ويعلموا بعض، ويبداوا ان هم يتنقلوا المعرفه دي منهم ومن بعض. طيب ده جميل. عوامل الخطوره يا دكتور عمرو؟ حاجات كتير. يمكن نقول اولا ناست زي ما دي قلت احنا لك في قلناها، البدايه. وزياده العمر، كل ما الواحده الاحتمال العمر يزيد، ودي يمكن مش بس في سرطان الثدي، في كل انواع السرطان. عندنا حاجه زي التدخين. يمكن بقول ان التدخين انتشر في مصر بطريقه مرعبه خصوصا بين السيدات، والشيشه جدا بقت مرعبه. فاحنا نقول ان حذر السيدات، اقول لهم التدخين مش بيزود بس سرطان الثدي، ده يزود سرطان الثدي، يزود احتماليه كمان سرطان عنق الرحم، بخلاف ان هو ياثر على الخصوبه ولو انت حامل وهيعمل مضاعفات للجنين. بس انا اقول لها نحاول نبعد تماما عن التدخين. احد عوامل الخطر وجود تاريخ مرضي في العيله. يعني ايه تاريخ مرضي؟ يعني اقول لكل ست اعرفي شجره عيلتك، اعرفي مامتك، خالتك، عمتك، اخواتك جالهم ايه. ثانيه واحده، واحنا بنتكلم على مرض زي سرطان الثدي، احنا بنتكلم على كل انواع السرطانات ولا بنتكلم على مجموعه السرطانات اللي ليها علاقه بالجهاز التناسلي للمراه؟ يعني المبايض مثلا. عوامل الخطر لكل سرطان فيهم مختلفه عن التاني، بس في حاجات مشتركه. يعني زي ما قلت لك التدخين هيزود كل انواع السرطان. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي التاريخ يعني المرضي. احنا بنشوف التاريخ المرضي. التاريخ المرضي. يعني حد مثلا كان عنده سرطان قولون، ده نقلق ولا ما نقلقش؟ في بعض سرطان دم، في انواع السرطان مرتبطه ببعض. سرطان الثدي، سرطان المبايض، سرطان القولون. يعني في بعض الامراض يبقى التاريخ العيله كلهم يقول لك بيجي لهم سرطان قولون وسرطان ثدي وسرطان مبايض، يعني دايما في علاقه طيب نخاف منها. الدم والغدد الليمفاويه اخبارهم ايه؟ دولت بيجوا في حاجات، يعني يظل اللي ماشي في العيله سرطان دم او سرطان غدد ليمفاويه. يعني العيله مثلا كذا حد في العيله بيجي له اللوكيميا او بيجي لهم ليمفوما. بينما قصه سرطان الثدي تلاقي دي واحده تقول لك انا خالتي او اختي الاكبر مني جالها سرطان ثدي، او زي ما قلت لك بيبقى في علاقه وثيقه بين سرطان الثدي وسرطان المبايض. ليه؟ في بعض الساعات بيبقى تحورات في الجينات. يعني في جين اسمه BRCA بريست كانسر انتيجين، اللي عندها تحور في الجين ده تبقى اكتر عرضه من غيرها ان يجي لها سرطان ثدي، واكتر عرضه من غيرها يجي لها سرطان مبيض. في طريقه نعرف اذا كان انا عرضه لسرطان الثدي او لا، اذا كان انا حامله لهذا الجين ولا لا؟ اي ست من حقها ان هي تعرف. هل في تحليلات دلائل اورام وما الى ذلك، ولا لسه بنكتفي بالتاريخ المرضي؟ جزء منه التاريخ المرضي، ولو احنا عندنا مشكله في التاريخ المرضي هنبدا نحلل الجين. يعني اشهر واحده كانت عملت موضوع الجين ده كان مين؟ كانت الممثله انجلينا جولي. هي ما كانش عندها سرطان الثدي خالص. انا هقول لك دي كمان استثارت ايه كمان بعد الثدي. هي انجلينا جولي عندها تاريخ مرضي في العيله، كذا حد في العيله كان بيجي لهم سرطان الثدي. فهي لما حللت لقت عندها فعلا ميوتيشن في الجين. الدكاتره قعدوا معاها واتكلموا معاها، قالوا لها بنسبه 80% هيجي لك سرطان ثدي، وبنسبه 50% هيجي لك سرطان مبيض. يعني شايفه الارتباط بين سرطان الثدي وسرطان المبيض. فهي اختارت بنفسها بدون ما يبقى عندها سرطان ان هي تعمل استئصال للثديين. بس هقول لك معلومه، لو بصينا كده على جوجل في الايمجز تلاقي اكتر صور بيشيروها صور بيفور اند افتر. عاوز اوري لك صور انجلينا بيفور اند افتر عشان يثبت لنا ايه؟ يقول لنا ان عمليات التجميل للستات ما تخافوش، اللي هتعمل عمليه تقدر ان هي تغطي الموضوع ده خالص. طب انت عارفه انجلينا بعد سنه من شيل الصدرين عملت ايه؟ شالت المبيض كمان. لان هي كمان بنسبه 50% يجي لها سرطان مبيض. هو ما شاء الله عندهم ملكه اولاد كتير قوي. حتى برضو من ضمن الصور اللي شيروها يقول لك هل يا ترى انجلينا بعد ما شالت المبيض طلع لها دقن مثلا؟ لا خالص، انجلينا بنفس لسه جمالها. ليه؟ عشان بنقول ان في حاجه اسمها علاج هرموني، ان انا ممكن الست حتى اللي شالت المبيض اقدر اديها هرمون الاستروجين دي في باتش صغيره كده، يعني لازقه تحطها كده على ظهرها تطلع لها هرمون الاستروجين. فيبقى حتى الست اللي شالت صدرها ممكن نعمل لها عمليه تجميل صدرها يرجع، ما يبقى حدش يعرف ان هي شالت صدرها. في كل الاحوال هي لسه جميله. هي في كل الاحوال هي لسه جميله، ودي اللي عاوزين نوصله. ويمكن دي النقطه اللي بنحاول دايما ندعو بيها، ان حتى واحده سيلبرتي زي انجلينا لما جالها المرض او ان هي هتعمل العمليات دي ما بتتكسفش، لان الناس دي بيبقوا بره عارفين ان ده دورهم، ده الدور الاجتماعي، التوعيه، التنوير. يمكن اشهر حد كان الرئيس الامريكي، في رئيس امريكي اسمه فورد، اول ما استلم الرئاسه مراته بعديها
بشهر اعلنت ان عندها سرطان ثدي، واعلنوا ان هي دخلت وشالت صدرها. يمكن ساعتها الناس استغربت، هو ازاي مرات رئيس امريكي تحكي القصه دي؟ بس يمكن بره زي ما قلت لك هم عارفين المسؤوليه الاجتماعيه اللي هي الشخصيات المعروفه، ان انا لازم الشخصيه المعروفه ما يخبيش، ما يقولش ان انا عندي حاجه تانية. لا، هو انت عارفه ان كل وسائل الاعلام الامريكيه من بعد حكايه مرات الرئيس الامريكي كلها ابتدت تتكلم عن سرطان الثدي، ويعني ايه سرطان ثدي، يعني ايه عوامل خطر، لان مرات الرئيس الامريكي جالها سرطان ثدي، فالناس لازم ابتدت يبقى في حملات توعيه منظمه، الناس كلها عارفه دلوقتي زي برضه موضوع انجلينا فتح الكلام ان احنا نبدا نتكلم يعني ايه ميوتيشن في البي ار سي اي جين، يعني ايه تاريخ مرض العيله، ويعني ايه تعرفي شجره عيلتك. انت عارفه ان شجره العيله دي مش بس بتفسر لنا السرطان، يعني لو واحده تقول لي انا عاوز اعرف هو انا هخش امتى في سن الامان او سن الياس، يعني دورتي هتقطع امتى، اقول لها شوفي مامتك او اختك اللي اكبر منك. واحده تقول لي انا الدوره بتجيلي بوجع شديد جدا، اقول لها اسالي مامتك هتلاقي نفس مامتك كان بيجي لها نفس القصه دي. يبقى دايما بنقول ان شجره العيله تفسر لك كتير من اللي هتشوفيه، بس مش شرط انك هيجي لك نفس القصه دي. يعني بعض الحالات مثلا واحده تقول لي انا ماما مريض ضغط وسكر، انا هل يا ترى هيجي لي ضغط وسكر؟ اقول لها لو انت كملتي زي مامتك في الاكل الغلط والشرب الغلط وعدم لعب الرياضه وزياده الوزن، اوعدك ان انت هتبقى مريض ضغط وسكر. اذا نمط الحياه ممكن ان هو ينقذنا من هذه المشكله. طبعا، ما هو هي دي فكره التوعيه الصحيه. هل نمط الحياه ممكن ينقذ السيدات الاكثر عرضه لسرطان الثدي او يقلل فرص اصابتهم؟ طبعا، لان احنا جزء منها قلنا البدانه، فقلنا نحافظ على الوزن، وقلنا التدخين، فقلنا نبعد عن التدخين. حاجه كمان الاكل اللي غني جدا بالدهون وثقافه الفاست فود هي من ضمن الحاجات اللي زودت السرطان. مسرطنات طبعا. من 30 40 سنه ما كناش نسمع عن السرطان بالعنف ده، لان كان من 30 40 سنه الناس بتاكل في البيت. الاكل اللي غني جدا بالدهون والاكل اللي غني جدا بالسعرات الحراريه هو ده اللي يزود احتماليه السرطان. لو دخلتي كده اي فندق، لو تبصي لحد اجنبي جنبيكي هتلاقي الطبق بتاعه كله خضار وفاكهه وطبق سلطه، تيجي في دماغك هو عيان ولا ايه؟ لا، هو مش عيان، هو عارف بياكل صح، بس هو عارف ان ده الاكل الصح. بينما احنا هنا نشوف الطبق اللي احنا بنملاه كله دهون وكله كوليسترول، الاكل اللي غني بالكوليسترول، الاكل اللي غني بالدهون، الاكل اللي قليل في الالياف. احد الشعوب اللي لازم يبقى عندنا رز وبطاطس وعيش على نفس الترابيزه اللي هو كل النشويات اللي في الدنيا. هي دي المشكله، وهو ده اللي بعد كده نقول ان الاكل هو ده الداء، يعني هو في الاخر هو اللي يجيب لك الداء او ان هو يحافظ على نفسك. فيمكن قلنا نمط الحياه يقدر يمنع السرطان عن طريق تظبيط الاكل والشرب والمحافظه على الوزن والبعد تماما عن التدخين. تمام. نرجع تاني دكتوره نجلاء، اللي حصل انه الاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب الطب اشترك وعمل معاكم سباق درجات الماراثون في لسه جميله المشركه في الدعم المصري النفسي للمرضى. الفكره جت ازاي والتنسيق مع كل هذه الجهات جت ازاي؟ هو احنا الفكره كلها جت ان احنا عايزين شهر اكتوبر ده كله نحتفل كل جمعه بحاجه عشان سرطان الثدي بطريقه مختلفه. كانت البدايه كوبري عباس، وبعد كده سافرنا رحنا المنصوره واسكندريه. بعدين كان الختام اللي هو الماراثون اللي مع جو بايك او جيزه رانر، وكانت فيه كمان سكوتر كلاب. بدأنا ان احنا نخاطب الناس اللي هم بيمارسوا الرياضه. ليه؟ لان البني ادم اللي بيمارس الرياضه ده بيبدا يغير في نفسه، فبالتالي هيكون سهل عليه ان هو يعمل له توعيه ويبدا يغير في ناس تانية، لان يعني هو اصلا قابل فكره التغير. فبالتالي هو مثلا لما الايفنت كان فيه اكتر من 500 فرد، سواء جاي يجري سواء جاي يركب سكوتر سواء جاي بيركب عجل، فبالتالي الناس دي انا استفدت ان هم هيروحوا يغيروا بعد كده في اهلهم، يغيروا بعد كده في مجتمعهم. فكره المتوليه الهندسيه للتغيير، كل واحد بيأثر في اثنين بيأثر في اكتر، فيبقى التأثير اوسع في المجتمع. واحنا في فريق سفراء الشباب العالمي دايما بناخد الرياضه هي الوسيله للتوعيه، ان احنا بنقول ان احنا نعبر عن صوتنا بطريقه صح وبطريقه ايجابيه مش طريقه سلبيه. الايفنتات الرياضيه دي بيشترك فيها مختلف الاعمار، مختلف الاجناس، ستات ورجاله، شباب واطفال وكده، ولا بيبقى القلب بتاعها شباب والبواقي حاجات تانية؟ لا، هو يعني في الاسكندريه دي يعني تعتبر بلد الرياضه تقريبا. لما الاسكندريه كلها بتجري الكبار والصغيرين والولاد والسيدات كلهم مشتركين. وهنا في مصر الشباب يعني او القاهره يعني العاصمه الشباب اكتر حاجه، بس كان في سيدات كبار وكان في معانا كذا حد يعني من الصغيرين، بس مش صغيرين قوي يعني. لكن في اسكندريه بتلاقي الاطفال بتجري وجايين مع اهلهم يعني. انت متحيزه لاسكندريه؟ لا، عشان بس يعني اسكندريه ولا ايه؟ لا مش اسكندريه ولا حاجه، بس فعلا لو احنا يعني البلد كلها بتجري الصبح من غير محتاجه ايفنتات ولا اي حاجه، وبيجروا فعلا دايما لاهداف معينه. بعد هذا النشاط اللي عملتيه استفدتي ايه من هذه التجربه؟ ويعني هتكملي ايه بعد كده؟ ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه ان شاء الله يوم الطفل العالمي بقى نحتفل بالطفل كده ونهتم بيه ونعمل له حاجه جميله. استفدت ان انا يعني زودتني حماس
لما لقيت كمان السيدات بتيجي لي مثلا العياده وتسالني وكده وتقول احنا الاعلام ما شاء الله يعني ساعدنا وغطى الموضوع بطريقه كويسه، ان انا غيرت فعلا في حياه ناس وقدرنا ان احنا نكتشف ناس عندها فعلا المرض. وده دافع ليا ان انا اكمل ان شاء الله يعني حمله التطوع بتاعتي او الفريق بتاعي، ان احنا نعمل حاجات جديده وان شاء الله يكون دكتور عمرو معانا ونهتم بقى بالمراه وبالشباب وبالولاد ان شاء الله. تمام. دكتور عمرو، عايزين منك خطه صحيه للفتيات من ساعه ما يتولدوا لغايه ما يكبروا بقى خالص. يعني الانسان رحله، ابتديتي الرحله صح هتكمليها صح، تمام. ابتديتيها غلط هنفضل دايما في مشاكل. يعني دايما ما احبش ان الست تجيلي في ال50 او 60 تقول لي يا دكتور انا اعمل ايه عشان اهتم بنفسي، اقول لها لا، نبدا احنا هو اولا الاهتمام بالتغذيه من سن الصغر، الطفوله، لان انا قلت لك قصه الخلايا الدهنيه، قلت لك ان بنى العظم موجود في اول 20 سنه، وبعد كده انك هتعلمي بنتك الرياضه، تعلميها ان الرياضه دي حاجه مقدسه وحاجه ده جزء من نمط الحياه. طبعا احنا كمان عندنا في مصر انك عندنا الرياضه دي عشان ناخد بيها التفوق الرياضي والكاس والنمر في الثانويه العامه، وبعد كده تنسى وتلاقيها دي اكتر واحده وزنها بعد كده يزيد جدا بعد الجواز والخلفه، تنسى خلاص. يعني انا بتيجي لك واحده وتحلف لك ان هي كانت بطله مصر مثلا في الجمباز وتلاقي الوزن مقرب من ال 200 كيلو، يبقى هي عشان هي ما كانتش الاهالي ما قدروش يفهموا بناتهم ان الرياضه دي ثقافه وان حاجه هنعيشها، فيبقى احنا نقول الاكل الصحي المتوازن اللي غني بالالياف والخضار والفاكهه، ونقلل نبعد عن ثقافه الفاست فود، ونبعد عن المشروبات الغازيه، ونركز على المنتجات الغنيه بالالبان واللي فيها الكالسيوم، البعد تماما عن التدخين. لازم نحافظ على قصه الرياضه. احنا زي ما قلنا ان الرياضه ده اقول دايما ان انت ما تستنيش انك تروحي تشتكي عشان تعملي الكشف المبكر، او ان انت لازم بصفه عامه نقيس ضغطنا، نقيس السكر، نقيس الوزن، نقيس الكوليسترول، نقيس الهيموجلوبين. يعني بقول لكل ست الحاجات دي اصبحت متاحه يعني جدا يعني احنا لو نروح صيدليه هنقدر نعمل الكشف بتاع السكر وكشف الضغط، ممكن ما تبقاش النسب سليمه قوي بس هتدينا احساس عام كده احنا ماشيين في ايه. انا بقول لكل ست اعرفي رقمك، يعني بقول لها رقمك حياتك، زي ما انت عارفه رقم موبايلك ورقم الكريدت كارد بتاعك، انا عاوزك تبقى حافظه رقم ضغطك، سكرك، كوليسترولك، وزنك، الهيموجلوبين بتاعك، عشان لو بقى في تغيير نبدا ان احنا نعرف. لان احنا اي مرض اكتشفناه في مبكر هنقدر نمنعه. يعني لو اكتشفت ان ضغطك عالي شويه اقول لك خلي بالك، لو قللتي الوزن وقللتي الملح ان شاء الله مش هتاخدي علاج للضغط. لو سكرك عالي شويه او هتاخدي علاج للضغط بس بعد 10 15 سنه. ولو سكرك عالي سنه اقول لها خلي بالك ابعدي عن الاكل اللي غني بالسكريات، قللي وزنك، العبي رياضه، ان شاء الله ما نحتاجش علاج. على عكس لما نعالج المرض بعد ما يكون وصل لمرحله متاخره. المعلومات دي زي ما قلت لك عامه، سواء انا بتكلم على مرض مزمن زي الضغط والسكر والقلب او حتى السرطان. يعني احنا دايما نقول السرطان الكشف المبكر يساوي شفاء ان شاء الله من نسبه 90 ل 100%. الكشف في مرحله متاخره يساوي علاج كيماوي واشعاعي وتبقى نسب. احنا بقالنا فتره بنتكلم على فكره سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بالنسبه للسيدات في مصر. عايزه اسال هل النسب قلت فعلا ولا احنا لسه في خضم المعركه الشرسه للقضاء على هذا المرض او السيطره عليه؟ هو طبعا مشكله السرطان هي بتعلى في كل بلاد العالم. يعني دايما مشكلتك عندك زي ما قلت لك عندك عوامل بتزيد، عندك التدخين، عندك عامل زي البدانه، حتى التشخيص المبكر و يعني فكره الاعراض اللي ممكن تخلص بشفاء كامل. ما دي هي دي الميزه، هي دي ميزه الكشف المبكر. بس زي ما قلت لك انت في نفس الوقت عندك عوامل خطر موجوده بتزيد معانا. زي ما قلت لك انك حتى الرعايه الصحيه لما بتتحسن فالناس اعمارها تزيد توصل لل70 وال80، فتبقى فرص الامراض طبعا أكتر. لان هي لما بنكبر هي في الاخر الخليه ربنا خليها ليها عمر، بعد العمر ده الخليه بتتجنن، تبدا بقى تظهر احتماليه السرطان. فيبقى مع تقدم الخدمه الصحيه تزيد احتماليه السرطان. قلنا التدخين، عندنا التلوث اللي موجود ممكن يبقى في الهواء، في الميه، في الاكل، ده يزود. يعني يمكن دايما بنقول ان التلوث من اكثر الحاجات اللي تزود احتماليه السرطان. تمام. والحقيقه عدد كبير جدا من هذه النصائح تمشي رجاله وتمشي ستات، خلينا كلنا نلتزم بيها ان شاء الله علشان حياتنا تكون اطول واكثر صحه واكثر سعاده، ونقدر ناخد بالنا من الناس اللي بنحبهم اكثر. دكتور عمرو حسن، مدرس استشاري النساء والولاده ومؤسس حمله انت الاهم، شكرا جزيلا له بالتوفيق في الحمله. ايضا دكتوره نجلاء فتحي سفيره الشباب العالمي، نورتينا وانا سعيده بيكي، وهنواصل معاكي كمان كلامنا في حمله الاطفال ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل زميلتي العزيزه اداء وحلقه وفقره جديده.